سلمى العمري، تلميذة في شعبة علوم فيزيائية مؤسسة غفيري الخصوصية نيابة مقاطعة الحي الحسني، حاصلة على أول معدل على مستوى جهة الدار البيضاء سطات في بكالوريا 2019 وطفلة برلمانية. إذن أولا كنشكر الله سبحانه وتعالى على النتيجة اللي حققتها، كنشكر المؤسسة ديالي وجميع الأطر التربوية اللي ساهموا في هذا النجاح منذ السنوات الأولى ديال الدراسة ديالي، وخاصة الأساتذة اللي هيئوا معنا بشكل جيد من الجهوي حتى الناسيونال هذا العام. وكنشكر بطبيعة الحال والديا وجميع الأطر التربوية اللي ساهموا في هذا النجاح، فالنتيجة جد مشرفة. نبغي نوجهها لهم هو انهم يبداو التهيئ من الاول ديال السنه الدراسيه، يعني ما يخليوش يتراكموا عليهم الدروس. وبالنسبه للزملاء ديالي اللي مقبلين على الدور الاستدراكي كنبغي نقول لهم بلي ما يفقدوش الامل، باللي اي حاجه ممكنه، باللي مازال النجاح قدامهم، باللي الدور الاستدراكي ما كتعنيش فشل وانما هي فرصه ثانيه لتحقيق واحد النجاح يقدر يكون احسن. ندير دراسات في مجال الطب ونتخصص من بعد في علم النفس لا بسيكياتري ان شاء الله. ان شاء الله. أنا الأم ديال سلمى العمري اللي كان عندها أعلى معدل، اللي دوزت قرايتها كلها في مؤسسة غفير الخصوصية، اللي كانوا الأطر ديالها في أكفاء اللي يقدروا يوصلوها لهذا المستوى، والسيد المدير اللي تا هو تيشرف على أي حاجة في المدرسة وتيقبل كل شيء بيدو. وأنا فرحانة بزاف بهذا النجاح ديال بنتي، واخا معروف في وقت البريباراسيون هذا تيكون النفسيه ديال الوليدات تتكون ماشي هذيك، وخاصك تسيس معاهم وتوفر لهم الجو فاش يقراو وفاش يوصلوا وباش يوصلوا لهذا المستوى ويشرفوا المدرسه المغربيه ويشرفوا الوالدين ديالهم ويحققوا اللي بغاو. يعني نبغي نوصل لجميع الامهات باش يمشيو تلخا مع وليداتهم ويثقوا فيهم وفي الاحلام ديالهم، وحتى حاجه ما تجيهم غريبه وبعيده. اللي بغى شي حاجه تيوصل لها. الله يوفق الجميع ووصل لهم اللي يتمناو كاملين. الله يحفظ الامهات كلهم لوليداتهم. السلام عليكم. غفيري مصطفى، مؤسس مجموعه مدارس غفيري، قيدوم التعليم العمومي، 21 سنة عمل، 34 سنة عمر المؤسسة ديال غفيري. فعلا المؤسسة تقوم بمجهودات جبارة وفيها مجموعة من الأطر الكفء التي أعطت دائما ولا زالت تعطي. فهذه المؤسسة منذ تأسيسها سنة 1985 كان بها التعليم الابتدائي فقط. فالتعليم الابتدائي من 85 إلى الآن لم يرسب فيها تلميذ واحد أبدا. فتحنا التعليم الإعدادي في 2002، من 2002 الآن لم يرسب بها تلميذ واحد في التعليم الإعدادي. ثم أخذنا شعبة الفلسفة، الفيزياء والعلوم الرياضية. ففي البكالوريا لحد الساعة لم يرسب عنا أحد منذ البداية. إذن هذه المؤسسة لم تعرف رسوب تلاميذ خلال 34 سنة. الآن ما هو السبب؟ هي الظروف. السبب هو أن المؤسس رجل المهنة، رجل تعليم، وأنه يختار أساتذة يصلحوا لهذه المهنة هذه، وأن هذه المؤسسة تختار التلاميذ اللي عندهم رغبة باش يتعلموا، وتحث كذلك الآباء والأمهات على مراقبة الأبناء ومساعدة الدراسة
وبالتالي لا بد النتيجة تكون على هذا الحال.